فين بالر هو واحد من أعظم المصارعين في جيل المصارعة الحديث، مصارع مبدع على الحلبة، مبتكر جدا جدا على المايك. لكن الشخص ده عمره ما أخد التحكم في نفسه، لأن دايما اللي مسيطر عليه هي قوة شيطانية أكبر بكتير من التخيل. الديمون كينج هي الشخصية الأخرى لبالر، واللي بالر امتاز في تقمصها. الديمون ما عندوش نقط ضعف، الديمون مش طيب ولا شرير. الديمون كينج هو الشيطان نفسه، الشيطان اللي بالر طول عمره نفسه يبقى عليه، واللي بالر معرفش يحقق أي إنجازات غير لما وهب روحه ليه. بداية الديمون كانت في عرض الرو. لأ، الديمون بدأ فعليا من ال NXT، لكن مش دي المقصود، هي NXT Black and Gold، المكان اللي كان مدخل أي نجم من الاندز لعالم ال WWE، واللي فيها سجل الديمون ظهوره الأول. الكاريزما والهيبة مع الرعب اللي اتمتعت بيه الشخصية ادالها جو خاص بيها. دخلت الديمون اللي ما كانتش معناها ان في مصارع داخل، لأ، ده معناها ان الشيطان حضر. الديمون في NXT قدم عظمات لا حصر لها ضد ناس زي كيفن أوينز، أدريان نيفل، الشخص اللي قدر يكسب منه الديمون لقب ال NXT عشان الديمون كينج يحقق أول لقب فردي في ال WWE. لكن مع مرور الوقت الديمون لقى نفسه قدام الخصم الأصعب، وهو السمشن ماشين ساموا جو. نزال عظيم بين الاتنين توج شغل بالر بشخصية الديمون طول فترته في ال NXT، وانتهى النزال بتلقي الديمون كينج لأول هزيمة ليه في ال WWE. لكن اللي كان في انتظار الديمون هي حاجة أكبر بكتير. تم الإعلان عن بطولة جديدة تكون في عرض الرو، وهي بطولة اليونيفرسال، واتعلن إن هيتم إقامة نزال بين المهندس سيث رولينز والصاعد بسرعة الصاروخ من ال NXT فين بالر. الديمون كينج سجل ظهوره الأول في العروض الرئيسية قدام سيث رولينز، والاتنين قدموا نزال متوسط بين عدم وجود أي تناغم بين الاتنين، وانتهى النزال بفوز الديمون كينج عشان رسميا يتربع على عرش ال WWE ويحقق أول لقب عالم ليه في المين روستر. انتهت فترة بالر بالحزام بعد يوم واحد بس بسبب إصابة الكتف بعد رمي سيث ليه على حاجز الجماهير عشان يغيب بالر ويغيب الديمون معاه. رجع فين بالر في عرض الرو بعد الريسل مانيا 33، ومع رجوعه بدأ التهميش الأعظم لمصارع عظيم، هزايم ورا هزايم لبالر، والزخم يموت يوم عن التاني. استسلم لساموا جو في نزال رباعي لفرصة على بطولة اليونيفرسال ضد البطل بروك ليزنر. ليه بالر هو اللي يستسلم؟ محدش يقدر يجاوب على السؤال ده، لكن اللي تم فهمه من اللي بيحصل إن بالر لازم يدور عن نفسه، لازم يدور عن روحه. دخل في عداوة مع براي وايت، كانت العداوة الأولى ليه في المين روستر، عداوة مملة بين الاتنين، زخمهم أصلا كان ميت. لكن الحسنة من العداوة دي إن الديمون كينج رجع وقدر يكسب براي وايت في السمر سلام 2017 عشان يتحدد نزال آخر بين الديمون كينج وسيستر أبيجال. أيوة، هي دي العداوة اللي فينس ميكمان شافها هترجع الزخم للديمون كينج من تاني. لكن لحزن الحظ براي وايت اتصاب وتم استبداله بالاستثنائي AJ ستايلز. نزال عظيم وممتع بين الاتنين في ال TLC انتهى بعودة الروح من تاني للديمون كينج وفوزه بالنزال. لكن اللي حصل بعد النزال أدى لبداية جديدة لموت فين بالر. فين بالر كمل في التهزيء والتهميش، عداوات بلا معنى مع ناس زي كوربن، وعداوة ثلاثية مع ميز وسيث رولينز في المنيا 34. عداوة زي دي من المفترض تكون على بطولة عالم، لكن في الآخر كانت على لقب القارات،
وحتى النزال انتهى بهزيمة بالر اللي زخمه كمل في الانحدار، وما تبقالوش اي شيء الا شخصية الديمون كينج، الشخصية اللي لم تهزم لحد الآن في العروض الرئيسية، واللي لسه محافظة على الكاريزما والهيبة الخاصة بيها. كمل بالر في العروض بدون أي روح لحد ما جات له فرصة تانية، فاز بلقب القارات وأخيرا يحقق أول لقب فردي ليه من 3 سنين، لكنه خسر لبابي لاشلي في الطريق للمنيا 35. وزي ما قلنا بالر لما بيخسر بيبان ضعيف، ما بيلجأش غير لشخص واحد بس. الديمون كينج سجل ظهوره الأول في المنيا واستعاد لقب القارات من بابي لاشلي. هل نجح بالر يقدم أي حاجة بلقب القارات؟ لأ، فشل بالر في النجاح ببطولة القارات، وذا فيند استخدم بالر كسلم يقدر يطلع عليه للقمة بعد ما فاز عليه بسكواش في السمر سلام 2019، عشان من اللحظة دي يختفي فين بالر ويموت ما يتبقالوش غير حاجة واحدة بس، وهو الديمون كينج اللي لحد دلوقتي بلا هزائم في المين روستر. أعاد فين بالر في حلبات ال NXT من جديد، ومع عودته رجعت له الروح من جديد، انقلب للشخصية الهيل لأول مرة بعد انقلابه على DIY. أبدع في تقديم شخصية الهيل وفاز بيها ببطولة ال NXT، والزخم للشخصية بدأ يطلع من تاني لفوق عشان رسميا بالر بعد 2 سنين في ال NXT يعود للمين روستر ومن الباب الكبير. بالر اتحدى الزعيم وأكبر اسم في الشركة رومان رينز في نزال على بطولة رومان اللي كانت في الأصل بطولة بالر وهي بطولة اليونيفرسال، وفعلا اتحدد بينهم النزال في سماك داون، والنزال انتهى بسكواش لفين بالر من رومان رينز، والزخم اللي بناه بالر بدأ يموت من تاني. لكن بالر كان عنده الحل، والحل هو الشخص اللي بيلجأ له دايما في اي لحظة ضعف. الحل دايما هو الديمون كينج. رجع الديمون كينج في اكستريم رولز 2021 وقدم نزال عظيم مع رومان رينز، ومشي طبيعي لحد ما قرر الشيطان يكشر عن انيابه. قدرات الديمون الخارقة نجحت تنهي البلاد لاين، ورومان رينز اللي كان ملقى على الارض منتظر الكودي جراس تعلن عودة الديمون لمنصات التتويج. لكن اللي حصل كان كارثة. اتقطعت الحبال بالديمون بطريقة مش قادر اي حد يفسرها لحد النهاردة عشان يخسر الديمون النزال. رسميا شخصية الديمون تموت وتفقد جزء كبير جدا من هيبتها وزخمها. بالر كمل في التهميش، فاز ببطولة الولايات كطردية ليه، وانضم لأسوأ فاكشن في المصارعة، الفاكشن الملعون المسمى جادجمنت داي. وفي أول لحظة ليه انقلب على ايدج لتبدأ عداوة ايدج مع الجادجمنت داي. كملت العداوة بينهم لحد ما تحدد نزال أحلام بين فين بالر وايدج في الريسل مانيا 39 في هيل إن أ سيل. وفي برومو قبل النزال أعلن بالر عن طريق فيديو إن اللي هيواجه ايدج في المانيا مش هيبقى فين بالر، لأ، اللي هيواجه ايدج هو الديمون كينج. الشيء اللي رفع الحماس لليفل ماكس وخلى كل الناس تقول ان الديمون هيطلع فايز ويبدأ اخيرا الصعود للقمة اللي كان واقف من يوم هزيمته من رومان رينز. ولما وصلنا للمنيا الاتنين قدموا نزال قوي فيه بعض البطء لكنه كان عنيف بعض الشيء، وشاهدنا فيه اخيرا عودة القفص بلون السيلفر الاصلي. لكن الاهم من كل ده هي نتيجة النزال، النتيجة اللي اعلنت نهاية اي زخم لشخصية الديمون كينج. خسر الديمون كينج للشاب الخمسيني ايدج، وضاعت اخر فرصة لاحياء الشخصية واحياء الميت فين بالر اللي بعد الهزيمة كمل في الانحدار، لدرجة ان لما وصلنا للمنيا 41 فين بالر كان بيتثبت من دمدم
عشان رسميا تنتهي الشخصية الأسطورية وما يتبقاش منها غير مجرد لحظة واحدة بس مع بطولة عالم، واللحظة دي ما استمرتش لأكتر من 24 ساعة.